ندخل طول في الاخبار، ندخل طول من غير لا نقرا ولا تعليقات الكل، خاطر كانت شماته كبيره البارح في المنتخب المغربي. هل هذا مفهوم؟ إيه هو كي دورها نلعبوا على المغرب، والمغرب ما يصير توا مبروك عليك للمطار. هو اخي بحاجه رفيق في الموضوع هذا هو التعالي. هو الناس وقت اللي تحسك وليت تتعالى على الناس وتحكي بطريقه تستفز الناس، تولي الناس تحب تشمت فيك، تحب تشوف فيك نهار بلغتنا احنا العاميه. تقول لك انت راهو اليوم وليت تحكي على المنتخب المغربي، وانه اليوم المنتخب المغربي الرابع في العالم، راك انت كيما المنتخبات الكل. انا غادي نقول للاخوان التونسيين، بدل ما تضيعوا وقتكم وتعمروا وقتكم باش تهضروا على المنتخب الوطني المغربي وعلى وليد الركراكي وعلى المغاربه، راه كرة القدم التونسيه فيها بزاف ما يتناقش. وإلا غير هضرتوا على المشاكل اللي كتعيشها كرة القدم التونسيه، سواء على البنيات التحتيه او على مستوى اللاعبين، على مستوى البطولة التونسية وعلى المستوى المنتخب التونسي اللي اليوم كيحل واحد المزاد العلني باش ينتدبوا المدرب للمنتخب التونسي. عيب وحشومه ان واحد الجامعه ديال كره القدم كتجي كتحل مزاد علني باش ينتدبوا المدرب ديال المنتخب الوطني. إخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مباشرة بعد السقوط ديال المنتخب الوطني المغربي بقيادة وليد الركراكي ضد منتخب الجنوب أفريقي ب2-0 في ثمن نهائي كأس إفريقيا، خرج الإعلام التونسي وخرج السكاكين ديالو وبدا كيستهزأ ويقطع ويفصل في المنتخب الوطني المغربي ووليد الركراكي اللي وصفوه بالمتكبر، وصفوه باللي حاس براسو بزاف، وقالوا باللي المنتخب الوطني المغربي ولا كيتكبر على المنتخبات ديال افريقيا والمنتخبات ديال شمال افريقيا. اذا هذا كيعني ان الكل كان كينتظر وبشغف السقوط ديال المنتخب الوطني المغربي، وديك النتيجه اللي كان حصل عليها المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم. انا ما بغيتش نرجع نفكر باللي راه حنا لا، غير هذا الشيء كيبين باللي ان ذاك الانجاز اللي داروا المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم وقف في الحلق ديال بعض الصحافه العربيه، من بينها الصحافه الجزائريه والصحافه التونسيه بالخصوص. اذا بلا ما نطول نخليكم مع هذا الفيديو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الاقتصاديين، ندخل طول في الاخبار، ندخل طول من غير لا نقرا ولا تعليقات الكل، خاطر كانت شماته كبيره البارح في المنتخب المغربي. هل هذا مفهوم الساعه؟ ما نعرفش، نقيب حاتم محمود ناصر شكون يحب يعرف في 30 ثانيه؟ مفهوم على الاخر رفيقي. وراو اللي استفز العباد وليد الركراكي وليد الركراكي سامحني يمثل المنتخب المغربي، وحتى بعد تصريح هذا ما فماش ملاعب قال نلعبوا. معناتها انت كي تقول حاجه انت تقول حاجه بالحق، الناس عندها الحق تسب الرفماقي الكل وانت تمثل خاطر كي انت ما تعتذرش. انا نتزلط في الميكرو ديما تلقفني نعتذر، ما تجيش. شكون باش يلقفوه؟ رئيس الجامعه يهبط، رئيس الجامعه ينجم الجوارات يقولوا لا نلعبوا على العرب الكل، وهذا مسؤوليه كبيره حتى ما تعارضش. هو كي دورها نلعبوا على المغرب، والمغرب ما يصير توا مبروك عليك للمطار. هو اخي بحاجه رفيق في الموضوع هذا هو التعالي. هو الناس وقت اللي تحسك وليت تتعالى على الناس وتحكي بطريقه تستفز الناس، تولي الناس تحب تشمت فيك، تحب تشوف فيك نهار بلغتنا احنا العاميه. تقول لك انت راهو اليوم وليت تحكي على المنتخب المغربي، وانه اليوم المنتخب المغربي الرابع في العالم، راك انت كيما المنتخبات الكل. تولي ما عادش تخمم حتى بك العقليه نتاع العروبه ونتاع الانتماء واحد، تولي فما مشكله. اكثر حاجه تنجم توتر العباد انه انسان يستفز ناس. هو جراتوي كيما تو عملها قبل جمال بالماضي، او تو هو كيف وليد كيف لقى روح في وضعيه ذي. وليد راهو في وقت من الاوقات كان عليه اجماع والناس كل تحبه ولا سامباتي، ودخل المنتخب المغربي عطاه برشا روح وعطاه برشا اونفي، وشفنا برشا تصاور مع الملاعبين نتاعو. هذاك الكل نجم يخسروا بديكلاراسيون بتصريح. انا سمعت البارح محللين في بعض القنوات في البين وغيره يحكيوا زيد على منتخب ولا متكبر. الحقيقه ما شفتش في التيران، معناها لعبوا كره عادي. منتخب جنوب افريقيا محترم، تالونتيو تكنيكمون باهيين، ضربه جزاء ضاعت. دوك ما شفتش منتخبك اللي متكبر ولا استسهل. بقى الهبه نتاع الشماته في منتخب عربي شقيق. انا واحد من الناس ما عجبتنيش. علاش رينا كان المغرب برك اخي، نسيتو كي خرجت الجزائر زاد فما شماتة كبيرة حتى في
في تونس. البارح السعوديه مثلا الجزائر ما يوافقكش، انا ما ريتش انت ما نعرفش وين قاعد انت. مش احنا وين قاعد. سمعت الجولف سمعت الجولف والبسبول اصحابك النخبه يمكن يشمتوا في كل ما هو عروبه. عندكم مشكله مع الامه هذيك مشكلتكم معناها. والسعوديه البارح ما ريتوش زاد العباد. لا ما ريناش، انا ريت توانسه تبكي البارح على السعوديه. ما شفناش يا حاج. نشمتوا في بلاد الرسول انسحبت سندريلا. انا نوافق حاتم، لازمنا دراسه بالحق. احنا العرب عندنا مشكله بينات بعضنا، احنا العرب ما نحبوش بعضنا، احنا ما نشجعوش بعضنا وما نفرحوش لبعضنا. يعني حاجه معناها خلينا نقولوا قليله وين تلقى زوز بلدان عربيه يشجعوا في بعضهم ويحبوا بعضهم الخير ويحبوا معناها تحب ولا تكره. ادخل على فيسبوك هذا الواقع، يعني كم كبير من الشماتة بالنسبة للبلدان العربية الكل. دونك دعوة للأطباء للخبراء يعملوا دراسة على الشعوب العربية الكل، علاش نتشمتوا في بعضنا، شنو المشكل. البنية تمثلني، البنية ريت قاعدة ماشية في طريق الانحراف، ماشية في طريق الانحراف. هي حاجة وترجع بينا ذكرى موقعة درمان الجزائر ومصر قريب نخلطوا الحرب، والكلام وصل ما بين بوتفليقة يرحموا حسني مبارك كيف يرحموا ولد حسني مبارك جمال مبارك وغيره. معناه أزمة ولات دبلوماسية وقتها وسببها زاد بعض التصريحات والمناوشات. ردوا بينا في الكلام. انا ما نصدقش انه فما تونسي يحب الجزائر تخسر ولا تونسي يحب المغرب تخسر، ولكن تولي نقمه سويت الكلمه وسويت الجمله. محمود بعد خسر. انا بعث لي صديقنا صابر بوخشينا بعث لي صور الاحتفالات من الجزائر معناها حبيت خرج تزمر راهو في الجزائر مالوريزمون موضوع سياسية. هما بيدهم حتى المغاربه راهو كي خرجت الجزائر زاد احتفلوا، حتى المغاربه احتفلوا معناتها خاطر فما مشكل مكتب. شو الجزائر والمغرب حاجه محزنه توجع القلب. تونس انا في تونس شديتوني تنبروا علي الكل اغزروا خذوا العبره من هذه. شديتوني فالس 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 فلسنا الناس كلها شماتة هكا ولا لا تبدي الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. انت ربي ما عافيكش ابتلينا معك. ربي سبحانه يتجلى في ملكه واحنا راضيين بالابتلاء. مش يعافيني بقدرة ربي مش يعافيني. جيب لي مليار لا تتعافى. رقيب. انا رفيق ما نستغربش، فهذا كومبورتمون عربي من زمان، وهذا سبب اساسي من اسباب تدهور الكره العربيه. نهار كامل واحنا وغار من فلان وذبحوا علوش قدام الكاره وبخوره. عمرك شريت الماني قال احلى خشان؟ المانيا تبدا تلعب وتبدا رابحه 4 بلاش كايني خاسره حتى يزفر الاربيتر. الاستقامه اللي يقول لك انا الاول لا انا ماضي ساعه خويا الناس قاعده تلعب على رواحها وسي سيونتيفيك مادام باقي تحس روحك المانيا اكثر من تونسي. وي بالحق ظاهر المانيا عايش في حي التحرير. لحظه تحس روحك المانيا اكثر. انت رفيق ما تعرفنيش انا حياتي منظم الساعه منظم على الاخر ونحب معناه يمثلك اكثر كلينزمان بالاك يمثلوك اكثر. لا كلينزمان ساعه اغنيه ديجا اسمه بالحق معناه تلقى مثلا يورجن كلينزمان محمود البارودي. البارودي دمعته هبطت يا بابا معناها الصدق. يورجن كلينزمان محمود البارودي. احنا جامعه وتترى البارودي وتعكعيك من الجبهه. وهذا الكل اللي اعطاه 10 ايام فيزا 10 ايام فيزا رغم هذا الكل. صديقنا وسام يبعث لي ستاتيو بعد انسحاب الجزائر بجمال بالماضي والمغرب بالرقراقي ومصر بمدربها الاجنبي النيه تتجه نحو التراجع عن اقاله جلال القادري. نجم يكون الاخبار صحيح ننتظر تفاصيله في قادم الساعات. الاخوان مورا ما شفنا هذا الفيديو هذا اتضح كل شيء. التوانسه راه قالوا كل شيء، لخصوا كل شيء وقالوا باللي احنا العرب واحد ما كيحمل واحد. المغربي كيتسنى السقوط ديال الجزائري والجزائري كيتسنى السقوط ديال التونسي والمصري والمغربي، وهذا كيتسنى السقوط ديال هذا والجزائري والتونسي والمصري كما تنقولوا. اذا غادي نقول للاخوان التونسيين دابا راه تحقق لكم المراد ديالكم، ماشي غير نتوما. نهضر على الصحافه العربيه كلها، الاعلام العربي كله تحقق ليه المراد ديالو، حيت كلشي كان كيتسنى السقوط ديال المنتخب المغربي. هذا السقوط كنلوموا عليه راسنا حنايا، حيت حنا اللي حلينا لكم البيبان ودرنا لكم باش تضحكوا علينا وتهضروا علينا وتهزوا الجناوه ديالكم باش تذبحونا بهم. اذا هذا الشيء ماشي مشكل، هذا اسبوع وغيفوت وغترجع المياه الى مجاريها. ولكن عندي واحد الخطاب للاخوان التونسيين وكذلك الجزائريين. راه ذاك الوقت اللي كتضيعوا فيه في البلاطوات ديالكم باش تهضروا على كرة القدم الوطنية المغربية، لو كان كتضيعوه باش تهضروا على كرة القدم في الجزائر والمشاكل اللي كتعيشها، وكذلك كرة القدم في تونس والمشاكل اللي كتعيشها، لو كان لقيتوا الحلول
فهمتي؟ حيت يوميا ما يمكنش يدوز نهار كنسمع على البلاطوات والاستوديوهات اللي في تونس ولا في الجزائر، ما يمكنش يفوت نهار ما يهضروش على القجع وما يهضروش على الركراكي وما يهضروش على كرة القدم المغربية. وحلات لكم هنايا. اذا اش غنقول لكم، راه كرة القدم التونسية كلها مشاكل. ناقشوا غير المشاكل ديال كرة القدم اللي كتخبط فيها الكرة التونسية، سواء على المستوى ديال البنية التحتية، سواء على مستوى اللاعبين، سواء على مستوى الأندية، سواء على مستوى المنتخبات. إذا البنية التحتية في تونس راها في مستوى رديء جدا، ولا ما عرفت داك المصطلحات كيمشيو ليا، راه في واحد المستوى كيقطع في القلب. عندكم ملعب واحد اللي هو ملعب راديس، وحتى هو المستوى ديالو هزيل جدا. واحد الوقيته كانت الكاف غادي تحبسوا. اذا ما كاين لاش تستهزئوا بوليد الركراكي حيت قال لكم انا كنمثل المغرب ما كنمثلش العرب. هذا من حقه، حتى انا كنتفق معاه، لانه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي اللي كتخلصوا، ماشي الجامعه العربيه لكره القدم هي اللي كتخلصوا. كيخلصوه باش يفرح الشعب المغربي، وفعلا راه مشاو فرح الشعب المغربي في كاس العالم. انا ما كانش كندافع على وليد. اليوم وليد ارتكب اخطاء جسيمه وكبيره جدا بسبب العاطفه ديالو. عنده واحد اللاعبين في المخيله ديالو كان داير فيهم ثقه في كاس العالم ومازال كيصحاب ليه واش كيصلحوا ليه لافريقيا وداك الشيء. هذا موضوع اخر غادي نهضروا عليه مازال. ولكن بالنسبه للاعلام التونسي والاعلام الجزائري، انا نصيحه لله نعطيها لكم من هنايا، ديوها في كرة القدم ديالكم وديها في المشاكل ديال كرة القدم ديالكم. المغرب راه قاد براسو، المغرب راه عنده واحد السيد سميتو القجع اللي ما عندكمش بحال هذا الشخص هذا، وكنتوا كتمنوا انه يكون عندكم هذا الشخص هذا. ملي ما عندكمش بديتوا كتهاجموه وكتهموه بالكولسه وهذه مع العلم انه بعض الاخوان اللي كنسميهم انا اخوان الاعلام الجزائري اللي اعترفوا ذاك النهار، قال لك ملي كان عندنا روروا كنا كنتحكموا في عيسى حياته. يعني داكشي اللي كنتو مولفين نتوما بالكولسه وهذه كيصحاب لكم دابا. واش المغرب كيدير بحال لو كان انه المغرب كيدير الكولسه ما غاديش يتوقف وليد الركراكي، ما غاديش تعطى ضربه جزاء ضد زامبيا، بزاف ديال المسائل. ولكن دابا المغرب خصو ينوض يراجع الاوراق ديالو. هذه فعلا واحد السقطه كبيره اللي الجمهور المغربي ما تقبلهاش، سواء اللي هنايا في اوروبا ولا اللي عايشين في المغرب، حيت كيتنفسوا كرة القدم. انا كاين اللي غيقول وليد الركراكي خصو يمشي بحالته، انا تنقول مع الناس اللي كيساندوا وليد الركراكي وبغيتو باش يبقى على راس المنتخب الوطني المغربي، لانه اول مره كيكتشف الادغال الافريقيه. دابا راه شاف وجهه في المرايه وشاف المستوى اللي خصو يظهر به في افريقيا. والمغرب راه مقبل على تنظيم كاس افريقيا 2025، وكنتمنى انه يصحح بعض الاخطاء اللي كان ارتكبها ويرجع المنتخب الوطني للطريق الصحيح. في شهر مارس راه كاينين مقابلات، وكنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي مستقبلا ان شاء الله.